رسالة لأهلنا بالخليج بأنه يابا هذا العراق، هذا العراق، وإحنا مو غلط إذا نشيد بدولتنا أبداً، حكومتنا وقادتنا، مو غلط أبداً، مو غلط، بس إحنا نطلب منهم طلب واحد، مهمتهم رسالتنا، رسالة العراقيين لدولتنا، كلفتكم بس افتحوا الحدود، خلي يطبون اخواننا، بس دخلوا اخواننا وجيراننا دول الخليج، دخلوهم للعراق، والباقي على العراقيين الكل ما تقصر، ما تقصر بالضيافه وبالكرم بالعزوبيه، ما يقصرون ان شاء الله، كلهم طيبين. أنا يعني كممثل عن قطاع شباب الرياضة أشعر بداخلنا مرجعنا يعني الرياضي هو الشيخ زيدان، صح، إلى كل التقدير والاحترام، الرجل طبعا أخ كبير وعزيز، فارتئيت أنه يكون أول مضيف يستقبلنا كممثلين عن فكرة خليجي 25 وضيوفنا من البصرة الحبيبة وبغداد وكل محافظات العراق. أنا ارتئيت أنه يكون مضيفي بجابر إكراما لأخوي العزيز شيخ زيدان، فإن شاء الله أنتم كلكم خير وبركة تكفون، مع جل احترامنا وتقديرنا لكل مضايفنا وعشائرنا الكريمة، إن شاء الله كلهم خير وبركة، بس بالتأكيد احنا ميولنا هنا بسبب أنه الشيخ زيدان. يعني بالمناسبة أنه هذا المضيف العامر، مضيف البجابر الدليمية، شيخ زيدان من الرياضيين السابقين الذين حاصلين على بطولات على مستوى العراق، هو شيخ البجابر. شيخ خالد أيضا من الرياضيين اللي قدم، فهنا يعني شاءت الصدفة أستاذ عماد، شكرا لك، يعني اختيار كان رائع، أنه في بداية جينا هم مضيف وبنفس الوقت هم عائلة رياضية، فحياكم الله بين أهلكم وناسكم كل الهلا. الرسالة اللي نريد نوصلها لإخواننا، هذا العراق يعني أمين، فضل من الله، الحمد لله والشكر، أمان والله الحمد لله والشكر، يعني الحمد لله. مو واحد يعني مو عيب الواحد يتباهى ببلده ويتباهى بمدينته، زود الرمادي إلي اليوم مو عيب، يعني أنا هسه أقرب مع اعتزاز واحترام الباقي المحافظات العراقية كلها، بس أحس أقرب مدينة إلي هم البصرة. الله يحفظك. يعني حقيقة مع جل احترامي وتقدير الباقي المحافظات العراقية كلها، يعني البصرة ذي قار، يعني أهنا ذولي أهنا. نتمنى هذا التجمع وهذا العرس الخليجي خلينا نقول عليه يتم على خير إن شاء الله، واللهم ربي يوفق الجميع. الله يحفظك. باص الخليج يجمعنا.